هذا يغتر به المغترون، ولكن لهم لو تفكروا ونظروا لعرفوا أن إملاء الله لهؤلاء يضرهم ولا ينفعهم، كما قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، نسأل الله. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لو أن أمريكا قضي عليها والإنجليز قضي عليهم، فرنسا قضي عليها، والشيوعية قضي عليها، وكل عاصي قضي عليها، ما بقي أحد. لكن لله الحكمة في بقاء هذه الأمم إلى أجلها المحدود حتى تجي المدة المحددة ويجي يوم القيامة فينتهي كل شيء ويجازى كل عامل بعمله. ولكن الله أرسل الرسل وأنذر وبين النذر وأوضح الحق وبين لعباده أسباب النجاة وأسباب الهلاك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نسأل الله السلامة. نعم.